البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الفيديو لقاكم بصحه جيده نتوما اختي وعائلتكم وكاع اللي عزيز عليكم. بالنسبه اليوم ان شاء الله نشارك معكم عجين البيتزا المعتمده عندي اللي كنديرها البنات، وكان يعني كنديرها بواحد الكميه كثيره وكنخليها عندي في الفريغو حتى وكان نبغيها اختي عاد كنجبدها وكنعمرها. عجينه اختي اللي زوينه، اللي عجينه اللي رطيبه كتذوب في الفم. ديريها اختي بواحد الكميه كثيره وخليها عندك، غادي تنفعك ان شاء الله في هذا رمضان هذا ولا في اي وقت بغيتيها. البنات هنا غنديروا المرحله الاولى. شوفوا عندي 3 كيسان ديال الدقيق، الكاس كتعبروا به بالاول هو اللي كتبقاو اختي كتعبروا به. عندي الثومه والبصله يابسين، هادوك اختي كيبقاو اختياريين عندك اختي ديريهم، ما عندكش ما كديريهمش ماشي ضروريين. عندك اختي هنا الحبق، درت الحبق اللي تقدري تعوضيه بالزعتر. انا درت اختي الحبق هو اللي حدايا دابا هو اللي درته. المهم شوفوا حتى الزعتر كيجي واعر وانا كيعجبني فيها الزعتر، ولكن حدايا الحبق هو اختي اللي درت. المهم بنات شوفوا معايا، عاد اختي ديري الخميره كتبقى على حسب الجو، شويه الملحه وشويه اختي الابزار، واحد المعلقه ديال السنيده اللي كتكون اختي ديك المعلقه كبيره ولكن ممسوحه. ايوا هذا مكان البنات، خليكم معايا. شوفوا بالنسبه للفرماج غندير 3 ديال الفرماج اختي، هذا الفرماج المثلث، وغادي ندير اختي الماء 3 الكيسان ديال الماء اللي دافين. بالنسبه اختي للفرماج تقدر تعوضيه بالحليب بودره، يعني الحليب اللي عندك حليب نيدو اختي عوضي به وصافي. هذا مكان. شوفوا هنا غنخلط معكم الخليط غير بالطراب، ومن بعد اختي غادي نديه للماكينه حتى يتخلط ليا مزيان حتى في داك الفرماج وصافي. البنات من بعد ان شاء الله في المرحله الثانيه غادي نكمل معكم غير بيديه. وهذا مكان، خليكم معايا الكبيدات. المهم بنات شوفوا نغطيها اختي هكا صافي، ونخليها اختي تضاعف الحجم ديالها ونرجع باش نكملوها البنات. كملوا ايوا هذا مكان كبيدات. المهم خليكم معايا ديك الساعه كبيده حتى نكملها ان شاء الله ونرجع لكم اختي. صافي من بعد ما تفاعلت لي ديك العجين او خمرات لي هذيك العجين كيف ما شفتوا معايا، يعني المرحله الاولى هذه البنات. المرحله الثانيه صافي الكبيدات كنزيد 3 كيسان ديال الفينو و2 كيسان ديال الفورس الدقيق الابيض. صافي الكبيدات وكنزيد الزيت البلديه، جهد واحد 2 معالق وكندلك اختي ديك العجينه مزيان. شوفوا انا درتها في الاول في الماكينه، دابا غادي نكملها معكم غير بيديا. غنحط اختي فوق الطابله وغادي ندلكها نيت واحد الدليكه ونرجع لكم. المهم بنات شوفوا معايا هنا اختي شديتها درت الدقيقه البنات وخديت الدلاك وسرحتها مزيان. اختي كتسرحوها على حسب نتوما واش بغيتوها اختي رقيقه بزاف ولا غليظه شويه. المهم كيبقى الحجم ديالها والسمك ديالها كيبقى ليكم نتوما وكيفاش بغيتوها. خليكم معايا الكبيدات. صافي هنا البنات من بعد ما سرحتها كناخذ اختي واحد الفرشيط وكنتقبها كامله، ومن بعد البنات راه تناخذ شي قطعه يعني على الشكل اللي نتوما بغيتو. قلت لكم الحجم راه كيبقى نتوما كتعزلوه. المهم انا درتهم اختي صغارين ميني بيتزا، يعني فيها اختي غير واحد 2 دغيمات وصافي. من بعد البنات ما كنحطهم عاوتاني في الطاوره كنزيد اختي نتقبهم. ايوا خليكم معايا الكبيدات.
دابا غادي نديروهم في الطاوه. شفتوا غنهزوهم بحال هكا. هانتوما غنهز معكم هادي اختي في الطاوه كيف ما كتشوفوا معايا. خليكم معايا البنات هكا. شوفوا هذه هي الطاوه الاصليه ديال الفران، حيت فيها دوك الجناب البنات ما يمكنش تهز بزاف. وهذه الطاوه كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله شحال هزات. ها انتم. المهم البنات غنخرجهم من الفران ان شاء الله ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. البنات هي مخصهاش طيب، غير تنشف من هاد الجهه تنشف من هاد الجهه وصافي. الا بغيتو تحتفظوا بها صافي. شوفي ما تيطيب. المهم فوق لتحت الفرفره البنات صافي. شوفوا معايا هنا زديت هذيك الطاوه الفوقانيه اللي الفوق والاخرى اللي لتحت مع بعضياتهم صافي اختي. حيت طابو من التحت هنا غير واحد شوف ماشي طابو البنات غير كيشدوا في راسهم صافي اختي. هنا ها انتم. المهم بدات صافي هنا صافي راه شدوا في راسهم. ها بنات شوفوا هذا هو الشكل ديالهم. ها انتم اختي صافي اختي. هنا كديرهم في بلاستيك اختي غذائي وكتدخليهم الثلاجه حتى الوقت اللي تبغيهم اختي، الفريغو وقت اللي بغيتيهم عاد كتجبديهم اختي بالصحه والراحه ان شاء الله اختي. تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا. وراه صغيورين قلت لكم البنات راهم صغيران بزاف هادو.